نبدأ في الجزء الثاني من النص، آخر 4 أبيات. فهان في عينه ما كان يكبره من الأكاسر والدنيا بأيديها. آمنت لما أقمت العدل بينهم، فنمت نوم قرير العين هانيها. يا رافعا راية الشورى وحارسها، جزاك ربك خيرا عن محبيها. رأي الجماعة لا تشقى البلاد به، رغم الخلاف ورأي الفرد يشقيها. نقرأ النص مرة كمان. فهان في عينه ما كان يكبره من الأكاسر والدنيا بأيديها. آمنت لما أقمت العدل بينهم، فنمت نوم قرير العين هانيها. يا رافعا راية الشورى وحارسها، جزاك ربك خيرا عن محبيها. رأي الجماعة لا تشقى البلاد به، رغم الخلاف ورأي الفرد يشقيها. هنشوف المعاني. هان سهل، هان سهل ما كان يكبره يعظمه، ما كان يعظمه من الأكاسر، ما كان يراه أنه عظمة أو عظيم عند الأكاسر. والدنيا بأيديها، المراد يتحكمون في الدنيا في كل شيء فيها. هان سهل في عينه ما كان يكبره من الأكاسر والدنيا بأيديهم، من الأكاسر والدنيا بأيديهم، فهو سهل عنده ما كان يراه عظيما من الأكاسر في عظمتهم وهم يملكون الدنيا كلها. آمنت لما أقمت العدل بينهم، آمنت اطمأننت، لما حين، آمنت اطمأننت، لما حين أقمت حققت، والعدل هو الإنصاف. فنمت نوما قرير العين هانيها، قرير العين الإنسان الذي ينام وهو راضي مسرور، يضع رأسه وينام نوما عميقا وهو راضي عن نفسه، لم يغضب الله ولم يغضب إنسان، لم يسيء إلى أحد. هانيها سعيدا، شخصا نمت نوم قرير العين سعيد. يا رافعا راية الشورى، الشورى هي التشاور في الأمر، الشورى هي التشاور في الأمر، وعكس الشورى الاستبداد بالرأي، المضاد الاستبداد بالرأي. جزاك كافأك وأعطاك، جزاك كافأك وأعطاك، والمراد عاقبك، والمضاد عاقبك. رأي الجماعة لا تشقى البلاد به، تشقى تتعس وتتعب، تشقى تتعس وتتعب. رغم الخلاف، الاختلاف هو الاختلاف في الرأي، الخلاف هو الاختلاف في الرأي. الشرح. عندما شاهد رسول كسرى عمرا ينام تحت الشجر على التراب، حقر في عينيه ملوك الفرس، رأى أنهم لا يستحقون كل العظمة التي يتمتعون بها، فهم يملكون كل مظاهر الطرف، وعظم في عينه سيدنا عمر. يبقى عندما رآه على ذلك الوضع حقر في عينه ملوك الفرس، رآهم لا يستحقون كل هذه العظمة والطرف، وعظم في عينه سيدنا عمر. واستنتج رسول كسرى أن عمر يشعر بالأمن لأنه يقيم العدل بين رعيته. عندما يكون الحاكم عادل فإنه لا يخاف ولا يخشى الرعية، فهو لم يظلم أحد، فلماذا يختبئ ولماذا يضع عليه أسوار وحراسة وعسكر يحمونه؟ فهو لم يظلم أحد، فهو لا يحتاج إلى كل هذه الحراسة والطرف. فاستنتج رسول كسرى أن عمر يشعر بالأمن لأنه يقيم العدل. يبقى سبب شعور عمر بالأمن أنه يقيم العدل بين الرعية، العدل بين الرعية. فقال له: يا عمر، يا من تطبق مبدأ الشورى وتحرسه، كافأك الله خيرا بما تفعل. فسيدنا عمر كان يتشاور مع أصحابه والمختصين بشؤون الدولة في الأمور،
لا يستبد برأيه في شيء. فعندما يكون هناك أمر ما يجمع رجال الدولة ويتناقش معهم ويتشاور معهم ويأخذ بمبدأ الشورى ويرفعه عاليا ويقوم به في كل ما يخص الدولة، لا يستبد برأيه في الأمور، فهو يحرس مبدأ الشورى. كافأك الله خيرا بما تفعل، أعطاك الله الخير لما تفعله في أمتك. إن التشاور في الأمر والأخذ برأي الجماعة خير من الانفراد بالرأي. طبعا كلنا نعرف إن التشاور في الأمور والأخذ برأي الآخرين بيجعل الأمة تتقدم، لكن الانفراد بالرأي والتسلط يؤدي بالأمة إلى التقهقر والتأخر. يبقى عندما شاهد رسول قسرى سيدنا عمر استنتج أنه يشعر بالأمن لأنه يقيم العدل بين رعيته ويطبق مبدأ الشورى. نأتي إلى مظاهر الجمال. هان في عينه ما كان يكبره من الأكاسر. تعبير جميل يدل على استصغار ملوك الفرس في عين رسول كسرى، رآهم أصغر من حجمهم، أصغر من العظمة التي يتمتعون بها. تعبير جميل يدل على استصغار ملوك الفرس في عين رسول كسرى. الجمع في كسرى يفيد كثرة خبرة الرسول بملوك كسرى، فهو علم عنهم الكثير، جاء عليه أكثر من ملك فهو يعلم بأمورهم الكثير. فهذا الرسول لديه خبرة كثيرة بملوك كسرى، لديه خبرة بملوك كسرى، فليس واحد بل كثيرين. كل ملوك كسرى الذين عرفهم كانوا يتمتعون بالعظمة والطرف، فهو هنا تفيد الجمع، يفيد كثرة خبرة الرسول بملوك كسرى. هان وكبر بينهما تضاد، هان وكبر بينهما تضاد يوضح المعنى ويؤكده. والدنيا بأيديهم، تعبير جميل يدل على قوة ملوك الفرس وتحكمهم في كل شيء، كأنهم يملكون الدنيا بين يديهم، كل أمور الحياة والطرف والعظمة بين يديهم. تعبير جميل يدل على قوة ملوك الفرس وتحكمهم في كل شيء. والبيت الخامس نتيجة لما قبله. آمنت لما أقمت العدل بينهما. أسلوب شرط، فهو آمن عندما أقام العدل، فشرط الأمان هو إقامة العدل. أسلوب شرط وتعبير جميل يدل على أهمية تحقيق العدل بين الرعية، وأن تحقيق العدل بين الرعية يحقق الأمن، فإن أمن الحاكم يتوقف على تحقيق العدل بين الرعية. علاقة لما أقمت العدل بما قبلها تعليل. لماذا آمن؟ لما أقمت العدل، يبقى جملة لما أقمت العدل علاقتها بالجملة اللي قبلها تعليل. لماذا آمن سيدنا عمر؟ لأنه أقام العدل. فنمت نوم قرير العين هانيها. الفاء هنا فنمت تفيد السرعة، الفاء تفيد السرعة. آمنت فنمت، وتعبير جميل يدل على السرور والرضا، والجملة نتيجة لما قبلها. ماذا حدث عندما أقام العدل؟ فنمت نوم قرير العين، يبقى الجملة دي نتيجة لما قبلها، والفاء تدل على السرعة والتعبير. تعبير جميل يفيد الرضا والسرور. يا رافعا راية الشورى وحارسها. طبعا هنا أسلوب نداء للتعظيم بغرض تعظيم سيدنا عمر، فهو رافع راية الشورى وحارسها، وصور هنا الشورى براية ترفع وتحرس. صور الشورى براية كأن الشورى راية وليس مبدأ. هنا شبه وصور الشورى بأنها راية ترفع وتحرس من قبل سيدنا عمر. الجملة نتيجة لما
قبلها الجملة نتيجة لما قبلها، والعطف يدل على مواظبة عمر على الدفاع عن الشورى، مواظبة عمر على الدفاع عن الشورى. جزاك ربك خيرا عن محبيها، تعبير جميل فيه دعاء لسيدنا عمر بالخير، تعبير جميل فيه دعاء لسيدنا عمر بالخير. رأي الجماعة لا تشقى البلاد به، تعبير جميل يدل على أهمية الشورى وتصوير للبلاد بأشخاص لا تشقى، تعبير جميل يدل على أهمية الشورى، فالشورى مبدأ الشورى لا يجعل البلاد تشقى، وهنا صور وشبه البلاد بأشخاص لا تشقى. رأي الفرد يشقيها، رأي الفرد يشقيها، تعبير جميل يدل على ضرر الانفراد بالرأي، تعبير جميل يدل على ضرر الانفراد بالرأي. وطبعا بين الشطر الأول في البيت الثاني، بين الشطر الأول والشطر الثاني مقابلة توضح المعنى وتؤكده. المقابلة بين شطري البيت الثامن الشطر الأول والثاني توجد بينهم مقابلة توضح المعنى وتؤكده. فرأي الجماعة لا تشقي البلاد بينما رأي الفرد يشقيها. والبيت حكمة صادقة حيث أن الشورى بالفعل تؤدي إلى تقدم المجتمع. بذلك نكون قد انتهينا من شرح نص تواضع سيدنا عمر للشاعر حافظ إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.